اليوم الوطني للبيئة، ما هو هذا اليوم وإيه اللي بيحصل فيه والاحتفالية بتتم إزاي وكيفية اهتمامنا بالبيئة وعلاقة الموضوع ده طبعا بالزراعة. تفاصيل كتير هيقولها لي ضيفي العزيز اللي منورني النهاردة من أحب الأماكن لقلبي من أسوان، دكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان. أهلا بحضرتك، تحياتنا لكل أهل أهلا أسوان. وسهلا، والناس أسوان بيحييكم. أهلا وسهلا، شكرا أهلا لحضرتك. بحضرتك. خلينا نتكلم على اليوم الوطني للبيئة، واختلف إيه السنة دي يمكن عن 2022؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الوطني للبيئة هو يعني في مناسبات بيتم الاحتفال بها عالميا، وإحنا بنحاول نعمل زيها محليا لتذكير ناس ببعض القضايا. فلما نتكلم على اليوم الوطني للبيئة، هو اليوم ال 27 يناير بالمناسبة اللي تم صدور أول قانون بيئة، اللي هو القانون رقم 4 لسنة 94، وصدر تحديدا يوم 27 يناير سنة 1994. فالناس الشغالين في مجال البيئة، الناشطين في مجال البيئة والمهتمين بالدفاع عن قضايا البيئة والتوعية بها، خدوا اليوم ده انه يبقى يحتفلوا به سنويا. واعتقد ان هذه الجهود كانت بتقودها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، واللي برأسها الدكتور عماد الدين عدلي، وكان بينادي فعلا من سنة، يعني بدأ يحتفل هو من سنة 95، من سنة 97 أول مرة يحتفلوا بالمناسبة دي. وبدأنا احنا كناس، مثلا أنا في أسوان الاتحاد النوعي للبيئة سنة 2003 بدأنا برضه نحتفل بهذه المناسبة. والقصد بالاحتفال ليس هو الاحتفال في حد ذاته، إنما كنا بنجيب قضية ونركز عليها ونبدأ نعمل توعية للناس. البيئة دي طبعا المكان اللي احنا عايشين فيه، والبيئة بتشمل تلوث الهواء وتلوث التربة الزراعية وتلوث الغذاء وتلوث المية. ودلوقتي بنتكلم على التغيرات المناخية، اللي كان فيه مؤتمر كبير على مستوى العالم بيتعمل في شرم الشيخ السنة دي. فهنا السنة دي احنا بنحتاج من سنة 20 بقى، عاوز اقول ان كان بيتم الاحتفال شعبيا من خلال الجمعيات الأهلية. كل جمعية أو كل اتحاد زي اتحاد النوعي للبيئة في أسوان أو جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، والجمعيات دي بيحتفلوا بيوم البيئة بالمناسبة دي، ويعملوا حملات توعية وأنشطة ميدانية وتوعية للمزارعين وتوعية للأهالي وتوعية للناس وكده في اليوم ده. سنة 20 سنة 2020 وافق وزير رئيس الوزراء على اعتماد يوم 27 يناير من كل سنة هو يوم عيد وطني للبيئة، ويتم الاحتفال به رسميا. يعني امبارح كنا بنحتفل به اليوم الوطني للبيئة. الاحتفال الرئيسي كان في القاهرة أمس، وكان برعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور ناس يمثلوا الوزارات المختلفة: وزارة الدولة لشؤون البيئة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الزراعة، ووزارة الري، والمجتمع المدني كان متواجد. هذا العام الاحتفال عن بيهتم بثلاث قضايا. القضية الأولى هي الأمن الغذائي والأمن المائي والتعليم المستدام. دي كانت المواضيع الثلاثة اللي هو بيتم الحوار حواليهم. الاهتمام كمان بموضوع تغير المناخ ده شيء مهم جدا، لأنه بيأثر على البيئة وبيأثر على الزراعة. فكيف تناولتم هذا الموضوع، وفي رؤية حضرتك ازاي نقدر مش نجابه، ولكن دايما بقول نحاول يعني نوازن ما بين استخداماتنا للبيئة وعدم تسببنا في أي أضرار خاصة بيها، وكمان إن احنا نقدر نساير التغيرات المناخية؟ ونظرا لأن التغيرات المناخية دي ظاهرة كونية، ظاهرة دولية بتساهم فيها دول كتير. وبالمناسبة احنا مصر مش بنساهم في الانبعاثات التي تسبب التغيرات المناخية والاحترار العالمي. يعني احنا مجني علينا في هذه القضية. وعلشان كده بنقول احنا مش هنقدر نجابه هذه القضية او نقول هنقاومها. لا، هي ليه في وسائل للتعامل معها. الوسيلة الأولى هي وسيلة التخفيف، وهي ان التغيرات المناخية ناجمة عن زيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة البشرية، سواء في الصناعة أو استخدام المركبات أو في الزراعة أو التخلص من المخلفات. دي بتتحرق فبتجيب ثاني أكسيد الكربون. التخفيف هو معناه إني أنا بقلل دي، أقلل الصناعة بتاعتي اللي بتعتمد على الوقود الأحفوري واستخدم الطاقة النظيفة. استخدم المركبات بدل ما تستخدم السولار والبنزين اخليها تستخدم الكهرباء وتستخدم الطاقة النظيفة. اعتمد على الغاز الطبيعي، استخدم الهيدروجين الأخضر، وهكذا.
دي مسائل التخفيف. اتوقف عن حرق الغابات، اتوقف عن المخلفات الزراعيه مثلا عندي، بدل انا بحرقها زي انا عندي في مصر مشكله عفش الرز وعندي مشكله سفير القصب وكده، بدل ما احرقهم لا ده انا افرمهم واحولهم لمنتجات مفيده غذائيه اغذي عليها الحيوان سواء اعلاف، او اعمل منها كومبوست سماد عضوي صناعي اغذي عليها النبات، وبالتالي انتج منتجات زراعيه سليمه صحيه ذات قيمه عاليه لو انا بعتها او صدرتها داخل البلاد. ده اللي هو التخفيف. في بقى التكيف مع التغيرات المناخيه. انا عندي دلوقتي درجات الحراره هترتفع، كميات الميه بيقول لك عالميا ممكن تقل، فانا ابدا كيف اتكيف معها بقى؟ اني انا ازرع اصناف للمحاصيل بتاعتي تكون عمرها قصير واحتياجاتها من الميه قليله. اعمل تكثيف زراعي، يعني نفس الوحده وفي نفس المساحه ازرع مثلا اكثر من محصول. يعني انا مثلا متخصص في المحاصيل السكريه، ازرع قصب السكر في الموسم الخريفي واحمل عليه مثلا الفول البلدي، احمل عليه الحمص، احمل عليه الحلبة، احمل عليه الطماطم. في الموسم الربيع احمل عليه الخيار، احمل عليه الشمام. يبقى في تكثيف زراعي ان انا باخد اكتر من محصول من نفس الوحده. يبقى انا في الحاله دي بزود الانتاج بتاعي من نفس الوحده وبنفس كميه الميه اللي بستخدمها. ابدا اتحول لنظام الري الحديث اللي هو الري بالتنقيط والري بالرش عشان اقلل كميه الميه اللي انا محتاجها. فدي وسائل التكيف مع التغيرات المناخيه، ودي بنتكلم عليها برضو ضمن الاحتفال بيوم البيئه الوطني، على اساس اني انا بتكلم على 3 محاور. عندي محور الغذاء، هو ده هو انتاج الغذاء لان كل الغذاء بينتج من الزراعه، وعندي محور المياه وانا بستخدم المياه في الزراعه وكيف أؤمنها، ثم التعليم المستدام. انا عاوز تعليم للتنميه المستدامه، عاوز اخلق جيل متعلم كيف يتعامل مع هذه القضايا التنمويه باستدامه وبدون اضرار على البيئه. صحيح. يعني حضرتك من خلال كلامك برضو وضحت لنا ان احنا صحيح مش سبب في هذه الموجة الغاضبة من التغير المناخي، ويمكن هي الدول الكبرى بالولايات المتحدة، ويمكن أكتر حاجة هي اتضررت لأنه شفت حضرتك وتابعت أكيد العاصفة الثلجية الرهيبة في بعض الدول الأخرى. ولكن يعني أنا حضرتك قلت لي احنا مش هنقدر نغير بس في الموضوع ده، لان احنا ما عندناش مصانع، احنا مش متسببين، لكن احنا كان لينا دور ايجابي وقدرنا او فكرنا نغير بمؤتمر المناخ كوب 27. جبنا الدول العظمى دي وقلنا لها شوفوا انتوا يمكن اكتر ناس تضررت، ولكن القاره بقى السمراء بتتضرر معاكم بدون سبب وبدون ذنب. فاذا احنا لينا دور في تغيير وعي الناس اللي فاكرين ان هم مش بيغلطوا، او ان هم مع ان هم اكتر ناس بيتضرروا. فدي كانت خطوه محموده جدا من مصر. وهل حضرتك تعتقد ان هذه الدول المتسببه في هذه المشاكل ممكن يكون لها خطه تغيير بعد مثل هذه المؤتمرات اللي اقامتها مصر وغير حتى الدول؟ هو المؤتمر في مصر السنه دي كان فيه حاجه كويسه جدا، ان لاول مره يتم اقرار مبدا تعويض الخسائر والاضرار، وتقرر ان يكون في صندوق تدفع فيه الدول المتسببه بالظبط. للدول المجني عليها زي الدول الفقيره في افريقيا وكده. طبعا ده كان بعد ضغوط ومن مصر والدول المتضرره، وهيتم وضع آلية الصندوق في الكوب 28 السنه القادمه في الامارات العربيه. لكن هنا ان مصر استطاعت الوصول لهذا الامر، وفي نفس الوقت الدول الغنيه هي لا، لان هي متضرره. وزي ما حضرتك ذكرت من شويه ان في اللي حصل مثلا في امريكا ده عباره عن بنسميه الاحداث المناخيه الحاده او الشديده او المفاجئه اللي بتسبب ضرر كبير، ودي ناتجه عن التغيرات المناخيه. في زيها في اوروبا، كلنا تابعنا ان اوروبا عاشت صيف ساخن جدا جدا العام الماضي، لدرجه ان في بعض الانهار جفت او كادت وتوقف النقل المائي اللي هم كان بيستخدموا الانهار في نقل السلع ونقل البضائع، ودي بتاخد جزء من الاقتصاد بتاعهم، فده يتضرر. فهم مضطرين ان هم يعيدوا النظر في استخداماتهم للطاقه الاحفوريه والتقليل منها، لكن هم عاوزين يقللوها على مهل. يعني بمعنى ايه؟ انه كان مثلا في الكوب وحضرناه كان في مطالبات ان يتم التخلص من الوقود الاحفوري. طب الناس اللي عندها وقود احفوري ده برضه بيعتبروه ثروه يعملوا فيه، هم عايزين يتخلصوا منها على المدى البعيد. هم مضطرين لكده، عندهم تضرر بشكل مباشر ان حصل عندهم جفاف وارتفاع درجات الحراره، وخاصه ان اوروبا مش زينا عندها ثقافه استخدام اجهزه التكييف والمراوح وكده، لان هم الجو عندهم اساسا كويس،
فيستخدموا الحياة دي. فلما تفاجئوا بهذا الصيف الحار جدا كان عندهم مشكلة، إلى جانب إن في شريحة من اللاجئين. احنا عندنا اللاجئين بتوع مثلا نتيجة الحروب، حروب أهلية أو دولة تحتل دولة، وفي ناس بتمشي. في دلوقتي هنقول إن في نوع جديد من اللاجئين هيقولوا عليه لاجئ المناخ. أنا لما البلد بتاعتي تتضرر مناخيا ما بقاش فيها مية وما لاقيش آكل، هضطر أروح للحتت الغنية اللي زي أوروبا. فأوروبا هيبقى ثقل عليها بقى إن الناس دي عاوزة تاكل، هتشاركها في الأكل وفي الملبس وفي المسكن وفي الخدمات. فهم بيحاولوا بقى إن هم يساعدوهم عشان يفضلوا مكانهم، وبالتالي هم هيبدأوا في التخفيف، إجراءات التخفيف من الانبعاثات. ويتصور ان هم لازم يدفعوا، وفي بعض المبادرات لكن الفلوس اللي اتدفعت مش كافيه للعمل المناخي، لاصحاح العمل المناخي اللي ترتب على السنوات الطويله اللي هم ال50 سنه اللي فاتت او ال100 سنه اللي فاتت، اللي هي من ساعه الثوره الصناعيه. هم بيدوا انبعاثات فسببوا تضرر. اعتقد ان هم لازم يعقلوا. احنا في يوم البيئه الوطني لما بنحتفل بيه بنذكر الناس بمثل هذه القضايا داخل مصر، عشان يبقى الناس عندها وعي، لأن لا يزال الحديث عن البيئة والحديث عن التغيرات المناخية حديث نخبوي. يعني فئة معينة اللي بتتحدث فيه لم نستطع أن نصل به أن يكون حديثا شعبويا بامتياز. احنا عاوزين يوصل لده، أن الناس، لأن لغاية دلوقتي أسهل حاجة أن أنا يكون عندي متبقيات بروح مولع فيها، وهو قد يدري أو قد لا يدري أن دي بتسبب أضرار. فعشان كده من خلال المناسبات دي بنعمد إلى توعية الناس بها. بما ان احنا عايزينه فعلا يكون حديث شعبي يا دكتور، وما يبقاش نخبوي فقط او مقتصر على المختصين بالبيئة، بعض السلوكيات البسيطة أنا بالنسبة لي لما أحرق شوية قش أرز عادي، أنا اللي جت عليا. لما أرمي مثلا أي مخلفات في النيل عادي، وأنا اللي هلوث النيل. النقط الصغيرة قد إيه إن الوعي مهم، إنه لكل فرد فينا دور في الحفاظ على البيئة. فعايزة حضرتك توضح لنا النقطة دي. بالظبط. حضرتك دلوقتي كنت بتتغزلي في أسوان، شفتي لون النيل في أسوان إيه؟ أزرق جميل جدا جدا، تحس كأن الواحد لما يبص فيه يغسل وشه من غير ما يلمس الميه، بينظف عينه وهو بيبص ليه. انا شربت من النيل بدون ما احس ان انا في اسوان، وليها طعم جميل المية. طعمها جميل. شوفي بقى الميه هنا لونها ايه بقى هنا؟ من بيج للاسود. ليه ده ناتج عن ايه؟ لان احنا بنرمي كل حاجه في النيل. على فكره احنا عندنا موروث جميل قوي، نرمي حاجه كل حاجه في النيل وبعدين نحلف حياه البحر الطاهر. طب احنا بنلوثه كيف سيظل طاهرا؟ يبقى هو المفروض ان احنا على المستوى الشعبي اي حاجه بنتخلص منها بنرميها في النيل، نتوقف عن هذا الامر. الحاجه الثانيه، حتى بعض الصناعات اللي موجوده في مصر بتصب في النيل، وان كان ان هي طبعا في مجهود لوزاره البيئه ولجهاز شؤون البيئه والفروع بتاعته في المحافظات وادارات البيئه ان هي بتحاول تتاكد ان الحياه اللي بتصب في النيل دي مطابقه للمواصفات، لان محطوطه مواصفات. وحتى وزاره الري بموجب القانون 82 بيديها الحق في حمايه نهر النيل والموارد المائيه. الا ان احنا من خلال التوعيه بنطلب من الاهالي ومن الناس المصريين بصفه عامه ان ما يلقوش اي حاجه في نهر النيل. بنطلب من المصانع ان هي تحاول بقدر الامكان، في مياه بيستخدموها قد تكون المياه مطابقه للمواصفات لكن ما يلقوهاش في النيل، يستخدموها في زراعه المسطحات الخضراء وفي زراعه الاشجار الخشبيه وفي زراعه الحياه الجميله اللي هي بتبقى في المصانع، ويستخدموها في غسيل الارضيات وبلاش يتم اعادتها للنيل مره اخرى. برضو يبقى احنا في سلوكياتنا نتعامل مع النيل كويس، لان اجدادنا الفراعنه كان بيتصوروا. احنا دلوقتي عندنا بنقول ان الدين بتاعنا لما الواحد بيموت بيجي الملكين وبيسالوه مين ربك ومين نبيك وايه دينك. هم كان برضو عندهم سؤال زي ده، انه كان يقول اني انا لم اقتل ولم اسرق ولم الوث المياه المقدسه. يعني هم كانوا بيقدسوا النيل، كانوا بيقدسوا النيل. بل انا قرات ان اول قانون بيئه صدر في التاريخ اصدره الملك العظيم اعتقد امنحتب الثالث لو انا اتذكر، انه كان يقضي بجدع انف، قطع انف من يلوث ماء النهر. كما ان تحتمس الثالث اصدر قرار للناس اللي بتشتغل بالصيد والزراعه في جزيره اسوان ان هم يعيدوا الجسور ويعيدوا تهذيبها بعد ما
يعني كان في رقي من التعامل من الفراعنه مع مفردات البيئه، المفروض ان احنا نبقى زيهم يعني. صحيح. كمان موضوع زراعة الأشجار، في حاجات كتير ومبادرات كتير ومبادرة مليون شجرة وغيره. هل فعلا لو كل واحد في عجالة يا دكتور، لو كل واحد زرع شجرة قدام بيته ده هيغير البيئة تماما؟ بالتاكيد، لان الاشجار هي عباره عن البلوعات بتاعه الكربون. احنا عندنا مشكله في ثاني اكسيد الكربون. الاشجار دي اللي بتقعد عمر طويل بتبتلع ثاني اكسيد الكربون وتمتص داخلها اثناء عمليه البناء الضوئي، بتاخد ثاني اكسيد الكربون وتطلع اكسجين. فمطلوب ان احنا نزرع الشجر ده، حتى موروث دينا عن دينا. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فلا يقومن حتى يغرس. انا بنادي كل المزارعين ان احنا نزرع اشجار على قد ما نقدر، ان احنا بلاش نتخلص من المتبقيات الزراعيه. انا بحب اسميها متبقيات وليس مخلفات. وبصفه خاصه قش الارز وسفير قصب السكر ومتبقيات الموز، ان احنا نفرمها ونحولها لكمبوست. والطرق كثيره، وممكن يجونا في مراكز البحوث احنا ندربهم ونعلمهم عليها عشان يستخدموها سماد. انت بتشكي ان الاسمده بتاعتك عاليه، طب ما استخدم السماد العضوي، هيحسن من الارض، وخاصه الاراضي الحديثه الاستصلاح، وهيحسنها ان انا اعمل المبيدات بتاع المتبقيات بتاعتي، احولها لسماد عضوي كومبوست، او احولها لسيلاج اغذي عليها الحيوانات كاعلاف غير تقليديه تستفيد بها الحيوانات، وانا اوفر، خاصه في صحيح. ظل ارتفاع اسعار الاعلاف والاسمده، وانا اقلل من حمل التلوث على الغذاء، باعتبار ان الزراعه هي المصدر الاساسي للغذاء. أكيد. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان. شكرا جزيلا، وتحياتنا لكل أهل أسوان. بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا على وجودك لحضرتك، واحنا معنا. دايما بنشكر القناه الزراعيه اللي بتخلينا نقدر نوصل توعيه للناس عن البيئه، وبتخلينا نقدر نوصل ارشاد لاخواننا المزارعين عن المعاملات الجيده للمحاصيل المختلفه. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، وبشكر مشاهدينا على حسن المتابعة. بكرة إن شاء الله هيتجدد اللقاء مع فريق عمل جديد. أما النهاردة تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.